قريت جملة جميلة جدا بتقول: مأساة العلاقات المؤذية ليس في كونها تفشل، ولكن في كونها تستمر وأحيانا لفترات طويلة. بدأت أفكر يا ترى إيه اللي يخلي إنسان وصل لمرحلة من الإدراك والقناعة إن العلاقة اللي هو فيها دي مؤذية، وعلى الرغم من كده اختار إن هو يكمل فيها، لا وكمان بيبذل مجهود كبير عشان العلاقة دي تستمر لأطول فترة ممكنة. في الحقيقة لقيت إن في 4 أسباب ممكن يخلوا الإنسان يكمل في العلاقة دي على الرغم إنها ممكن تكون مؤذية. وال4 أسباب دي في فكرة معينة هي اللي بتغذيهم، وهي اللي بتخلي العلاقة دي مستمرة. وهكلمكم عن الفكرة دي في آخر الفيديو. خلونا دلوقتي نتكلم عن الأسباب اللي تخلي الإنسان ممكن يكمل في علاقة على الرغم إنها ممكن تكون مؤذية جدا بالنسبة له. أول حاجة الإيجو. الإيجو اللي ممكن يكون موجود عند الإنسان يمنعه إن هو يعترف إن الاختيار دوت كان غلط. وهنا بيكون أهون على الإنسان إن هو يتحمل الألم والأذى اللي في العلاقة من إنه يتحمل الألم من إن هو يعترف ألم اعتراف إن اختياره كان خطأ، أو إن هو مشي في الأول في طريق كان كله أذى وألم بالنسبة له. فهنا الإيجو هو اللي هيحافظ على العلاقة، وهو اللي هيخليني طول الوقت بسعى إن أنا أنجحها. طيب، يا ترى إيه تاني حاجة؟ تاني حاجة فكرة الخوف من المجهول. في ناس كده دايما رافعه شعار اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، فبالتالي بتدي اشاره لجهازها العصبي، وبتدي اشاره لعقلها، وبتدي اشاره لقلبها ان هو يتاقلم ويدمن في احيان الالم والاذى اللي موجود في العلاقه دي، ولا انه يتخيل ان هو ممكن يروح في طريق بالنسبه له مجهول، ويقعد يقول والله بقى طب ما انا اتحمل الاذى اللي انا موجود فيه افضل بكتير من ان انا اروح لمجهول الله اعلم هلاقي فيه الراحه ولا ما لهقيش فيه الراحه. وهنا شعار اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش بيبقى سيد الموقف، وهو اللي بيخلي الانسان يستمر في العلاقه دي. طيب، ايه تالت سبب؟ تالت سبب بيبقى عدم النضج العاطفي. عدم نضج عاطفي بيخليني طول الوقت انا اتاتشد للماضي. يعني ايه طول الوقت انا اتاتشد للماضي؟ يعني طول الوقت غصب عني انا باصص ورا، باصص على ال10 سنين اللي انا بذلت فيهم مجهود واديت فيهم حب واديت فيهم عطاء عشان احافظ على العلاقه دي. فحاسس ان انا ازاي اخسر ال10 سنين دولا ويضيعوا كده من حياتي ولا كانهم كانوا موجودين. وبالتالي عقلي هنا بيتبرمج ان هو طول الوقت يبص على الماضي ويبص على ال10 سنين والمجهود اللي بذله في العلاقه، وبيقدرش ان هو يبص على المستقبل ولا ال10 ولا ال20 ولا ال30 سنه الجايين واللي ممكن برضه يضيعوا عشان هو مصمم ان هو يستمر في علاقه مؤذيه. طيب، ايه رابع حاجه؟ رابع حاجة إن في ناس بتخش العلاقات وهي مشيلة نفسها مسؤولية نجاح العلاقة، وهي مشيلة نفسها مسؤولية إصلاح الطرف الآخر. وفي الحقيقة إن الطرف الآخر هنا وهو بيبقى الشخص المؤذي في العلاقة بيفهم الشخصيات دي كويس قوي، وبيلقط كده بسرعة الفكرة ديت، وبيلقط بسرعة إن هم عندهم حتة تحمل مسؤولية نجاح العلاقة، وبيبتدي فعلا إن هو يغذي القناعة دي عندهم، وطول الوقت يبتزهم عاطفيا إن هم لو سابوه هيضيع، وإن هو دايما مسؤول عن إن الطرف الآخر دوت ينجح ويتصلح حاله. فبالتالي الشخص المتأذي في العلاقة دي بيخش في دايرة من استنزاف الطاقة واستنزاف العواطف بشكل كبير جدا، ومع الأسف الطاقة دي بتبقى طاقة مهدرة على الفاضي بدون أي مقابل. طيب، دي ال4 أسباب. يا ترى بقى إيه الفكرة الأساسية اللي بتغذي الأسباب دي واللي بتقوم عليها العلاقات المؤذية؟ في الحقيقة الفكرة الأساسية هي علاقتي بنفسي عاملة إزاي، أنا ببص لنفسي إزاي، أنا بتعامل مع نفسي إزاي، أنا رحيم بنفسي ولا قاسي عليها، أنا بديها حب واهتمام وعطاء ولا مهملها وطول الوقت بلبي احتياجات الآخرين. أنا طول الوقت شايف إن هي تستحق علاقة صحية تنبسط وتفرح بيها، ولا خلاص وصلتها لقناعة إن أي حب لازم يكون مربوط بألم. فلازم ناخد بالنا من نفسنا، ولازم ناخد بالنا من الكلام اللي بنقوله لنفسنا، ولازم ناخد بالنا من علاقاتنا بنفسنا. لأن لو الإنسان بنى علاقة سوية مع نفسه أكيد أي علاقة تانية هيعرف ينجحها وهيعرف يتحكم فيها ويتفادى أي علاقة ممكن تكون مؤذية.